أطباءنا مصريين، مهندسينا مصريين، محامينا مستشارينا مصريين، في كل قطاعات الدولة المهمة والمحاسبة والمالية، في كل قطاعات الدولة المهمة المصريين بصمة أساتذة لأبنائهم الكويتيين علموهم ودربوهم. جميل، مصر والمصريين علينا ما ننساه. لما بتسألوني عن مصر اسألوني عن حب الطفولة. أنا تربيت في بيت مصريين، شفت منهم الكرم والحب والاحتواء. أنا كنت بنتهم مع رنا، كان عندهم بنت اسمها رنا العزازي، ولغاية دلوقتي رنا صاحبتي. فأنا لما بتكلم عن مصر بتكلم عن أهل، بتكلم عن صلة نسب بين الكويتيين والمصريين، نتكلم عن ثقافة، نتكلم عن مصدر دراستنا. في أوائل طلعت الكويت كانوا الكويتيين بيسافروا لمصر، وطلبة مصر لغاية دلوقتي موجودين هناك. بتسأل عن العلاقة بين الكويتيين والمصريين، أنت بتسأل عن علاقة أم وبنتها. يعني في مثل عندنا كويتي يقول الشمس ما يغطيها منخل، يعني الشمس مش ممكن للمنخل يغطيها أشعتها، يغطي أشعتها. فدي العلاقة بين الكويت ومصر. مصر دي معجزة أصلا. أنا قعدت سنوات أدرس عن عظمة مصر والأهرامات والفراعنة والحضارة الفرعونية. أنت بتتكلم إيه؟ يلي بتقول لي مصر بتعني لك إيه؟ مصر دي حياة. مصر لما نكون زعلانين بنروح ننبسط فيها ومع أهلها وبنضحك من قلبنا، لأن احنا بنشوف الأهل مش بنشوف حد غريب. مصر لما نكون زهقانين بنروح وبنتسلى مع بعض مع أهلنا هناك، وفي أجواء شرم وأجواء الغردقة والقاهرة. لما أجي عاوزة شيء كنزل عند عزة فهمي وبجيب جولري وبجيب حاجات. أنت بتقول إيه؟ دي مصر، دي كل حاجة. تحية كبيرة لأهل مصر، بحبوك قوي 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 قوي. وانا اتكلمت في المصري عشان انا عارفه انه كتير من المصريين ما بيفهموش اللهجه الكويتيه، عشان كده الفيديو ده انا عملته اليوم. اطبائنا مصريين، مهندسينا مصريين، محامينا مستشارينا مصريين، في كل قطاعات الدوله المهمه والمحاسبه والماليه، في كل قطاعات الدوله المهمه المصريين بصمه اساتذه لابنائهم الكويتيين علموهم ودربوهم. جميل، مصر والمصريين علينا ما ننساه. من الغزو في سنة 90 كانت من أوائل الدول العربية اللي دعمت الكويت في التحرير. مصر كبيرة في قلوب وعقول وعيون أهل الكويت. تحيا مصر.